الجمال والخير والحلاوة والطعامة والمحاشي الجميلة بتاعتنا اللي بتخرج من مطبخنا كل يوم. ألف هنا وشفا على العملاء الجميلة اللي بتطلب من عندنا. كنت قبل كده قلت لكم يا جماعة أنا عندي تحفظات على تصرفات بعض العملاء وبتقلقني، وأحيانا بتكون السبب في قطع التعامل مع العميل. هتستغربوا طبعا من الكلام ده، بس دي حاجات ضمان ليا أنا وأمان ليا أنا. يعني معلش أنا مش المفروض إن أنا أبقى باتعامل مع حد وأنا قلقانة وشاكة فيه ومش عارفة هو ملتزم أو الكلام ده كله، أو ممكن يجي من وراه مشاكل. طيب إيه النوع العميل التاني؟ العميل الغامض. يعني إيه عميل مثلا أو عميلة تيجي ساعة الاستلام، لا تعالوا لي ورا العمارة، لا أصل أنا واقفة في عربية مش عارف فين، أصل أنا مش عارف إيه، وتصرفات غريبة تكاد تكون واحدة خايفة تاخد الأكل قدام حد. ناس كتير منكم هيقول لك إيه، ما يمكن طالبة الأكل من ورا جوزها. طب ما هي كده بتعرضنا للمسؤولية يا جماعة. يعني هي لو طالبة الأكل من ورا جوزها وحصل لا قدر الله إنه شاف المندوب وهو بيديها شنطة ولا الكلام ده كله، لو دخل بقى الأكشن في الحتة بتاعت وهي بتحاسب على الفلوس وحصلت مشكلة، إيه العمل؟ ما هو برضو احنا لازم نبقى عارفين جزء كده من وظيفة المندوب. المندوب ده حد مش شغال معايا، ده حد تبع اي شيء، يعني مكان توصيل ما، بنكلمه تعالى استلم كذا وحاسبنا وروح وصله في المكان الفلاني وحاسبه. فوهو ماشي من عندي لو الطبق ده مثلا ثمنه 100 جنيه، هو بيديني ال 100 جنيه بتاعتي وبيتوكل على الله ويمشي، يروح يقابل العميلة ياخد منها ال 100 جنيه اللي دفعها لي وياخد سعر التوصيل بتاعه. فاحنا كده بنحط الراجل في ريسك. يعني انتي بسببك لو حصل لا قدر الله اي مشكله، المندوب ده ما يتعاملش معايا تاني. فمعلش يعني ايه لازمه الغموض؟ لا حلو يا جماعه مشاكلكم الشخصيه الاول، وبعدين ابقوا اطلبوا المطابخ، وبعدين قولوا لي انتوا بتعملوا ايه مع مندوبين المطاعم ومندوبين الحاجات دي كلها، بتتعاملوا بنفس الغموض ده؟ انا بالنسبه لي ده وضع غير مقبول. يعني انا موضوع ان يكون في تعامل فيه غموض وتصرفات غريبة وطلبات غريبة ومريبة ومش عارف ايه، لا انا دي حاجة ما تشجعنيش ان انا اتعامل مع العميل. وعذرا ان انا بقول حاجة زي كده يا جماعة، دي حاجة ما تزعلش حد، ده بيزنس وانا لازم اكون ضامنة ان فلوسي جاية، مش شاكة. لا اشك ده ما ينفعش.